تعالوا النهاردة نعمل باتيه وكرواسو بعجينة واحدة، بعجينة زي القطن، هشة وخفيفة جدا، طعمها حلو قوي. هنعملها في فرن البوتاجاز وهقولك على طريقة التسوية الصحيحة ليها وازاي تطلع معاكي هشة وخفيفة جدا. كمان الكمية دي كلها من نص كيلو دقيق، اوفر بكتير من اللي بتشتريها من بره، وكمان صحية وبطريقة مغذية. فلايك وشير لو عجبكم الفيديو، صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا نسمي بسم الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. عشان نعمل وصفتنا للنهاردة عندي كيس من الخميرة الفورية، هنزل عليه بمعلقة كبيرة مليانة من السكر، هننزل كمان بمعلقتين كبار من الدقيق، وببدأ أقلب دول مع بعضيهم الأول، وبعد كده بنزل عليهم بنص كوباية من اللبن الدافي. ممكن لو حابة تعجني الوصفة بمية عادي. نزلت كمان بمعلقتين كبار من الخل، وهبدأ أقلبهم كويس قوي مع بعضيهم، وبعد كده هبدأ أغطي عليهم واسيب الخميرة معانا لحد لما تتفاعل. الخطوة دي أساسية معانا في الوصفة، ان تخمري الخميرة الأول لوحديها. عندي هنا 4 كوبايات من الدقيق اللي اخدت منهم معلقتين كبار حطيتهم مع الخميرة. هنزل عليهم بنص معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة مليانة هرمي من الكيك شيف او البيكنج باودر. هننزل كمان بكيس من الفانيليا. قلبت المواد الجافة مع بعضيها، وهنا بدأت الخميرة معانا، بصوا عملت فقاعات كده وفوم. فهنبدأ طبعا ننزل عليها بربع كوباية من الزيت. هننزل هنا عندي بيضة، فصلت البياض عن الصفار، هنزل بالبياض وهركن الصفار على جنب. هنزل كمان بمعلقتين كبار مليانين هرم من السكر، ونزلنا بمعلقة، يبقى الوصفة كده فيها 3 معالق كبار من السكر. هبدأ ادوب السكر كويس قوي، وبعد كده هاخد المواد دي كلها وابدأ انزل بيها على الدقيق. عندي كمان هنا كوباية من اللبن الدافي، نزلت بال3/4 وركنت الربع على جنب. بدأت اعجن، لقيت العجينة محتاجة فنزلت بالربع، يبقى نزلنا هنا قد ايه؟ نزلنا 1.5 كوباية من اللبن. العجينة هنا طرية، بس انا محتاجاها طرية او بتلزق عشان تديني نفس المعجنات اللي شفتوها اول الفيديو. فرجعت زودت ربع كوباية من اللبن تدريجي، يبقى ال4 كوبايات من الدقيق اخدوا معايا بالظبط 2.25 من اللبن الدافي. عجنتها كويس قوي لحد لما ادتني عجينة طرية بملمس ناعم بتخلع من الطبق بالطريقة اللي انتوا شفتوها دي. في المرحلة دي برش رشة دقيق، ببدأ ألم العجينة كورة على بعضيها ونضف الطبق زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بصوا العجينة قد ايه طرية جدا معايا، وهو ده المطلوب. في طبق هبدأ أرش رشة دقيق، هنزل بالعجينة، رش عليها رشة دقيق كمان من فوق، بغطيها بكيس بلاستيك. الفرن عندي دافي، هلفها بقماشة واسيبها لحد لما تتخمر. طبعا هنا كانت اتخمرت، عدى عليها 40 دقيقة تخمير. فهنيجي دلوقتي على الرخامة، هنبدأ نرش رشة من الدقيق، وهبدأ ألم العجينة على بعضيها وهبدأ أقطعها. طبعا بصوا الأول العجينة عاملة ازاي معايا، زي الاستيك. هبدأ أقطعها على 3 كور كبار زي ما انتوا شايفين، وابدأ أركنهم كده فوق الدقيق، وابدأ أغطي عليهم بكيس بلاستيك. بالنسبة بقى للحشوة، أنا حشيتها هنا عندي قالب شوكولاتة خام. ببدأ أقطعه المكعبات، ممكن تحشيها حشوة ملبن، ممكن تحشيها حشوة قرفة وسكر، ممكن تحشيها حشوة عجوة، زي ما انت حابة. قطعتها زي ما انتوا شايفين كده، ودلوقتي هبدأ أركنها كده على جنب، وابدأ طبعا أفرد العجينة بتاعتنا. رش الدقيق، بنزل بالعجينة برش عليها رش الدقيق من فوق، ببدأ أبططها، وبعد كده ببدأ أفردها طولي وعرضي لحد لما أفردها بسمك رقيق بالطريقة دي، شايفين؟ بعد كده ببدأ أقطعها كده طولي، وببدأ أقطعها على 3، بعملها على شكل مستطيلات، وكل مستطيل كده بحط في أوله مكعب من الشوكولاتة. ببدأ كده أقفل الجنبين، وابدأ أقفل كمان على الحشوة بتاعتنا كويس قوي. وبعد كده لو انت حابة تعملي كده فتحات في العجينة
وابدا المها ادبسها كويس قوي من تحت عشان ما تفتحش معانا. شايفين معايا ممتازه ومتقفل على الحشوه حلوه قوي. هنا عملتها طبعا بميلان الفتحات، شايفين الجمال. وممكن تعمليها ساده عادي، اهم حاجه تقفلي على الحشوه بتاعتك كويس قوي. بالنسبه للصينيه اللي هبدا اخبز فيها المعجنات بتاعتنا، دهناها دهنه زيت. هبدا ارص المعجنات واسيب بين كل واحده والتانيه مسافه عشان لسه هتتخمر ولسه هتدخل الفرن. عملت التانيه بنفس الطريقه. اما بالنسبه للكوره التالته فردتها على شكل دايره، قطعتها على 4 مثلثات، وكل مثلث هقطعه على مثلثات صغيره. كل مثلث هحط كده في اوله قطعة من الشوكولاتة، وابدأ اقفل كويس قوي على الحشوة، وبعد كده الف واشد لبره لحد لما اعمل شكل الكرواسو او المولتو اللي انتوا بتشتروه من بره. شايفين الكمية دي كلها من 4 كوبايات من الدقيق. طبعا بغطي عليهم بكيس، بسيبهم معايا لمدة تلت ساعة يرجعوا يتخمروا. بعد ما بيتخمروا بالطريقة دي بكون شغلت الفرن على اعلى درجة حرارة وسبته يسخن. وهنا صفار البيضة اللي ركنته على جنب نزلت عليه 4 معالق من اللبن، كيس من الفانيليا، ضربتهم مع بعض. وهبدأ ادهن وش المعجنات. ممكن طبعا تدهنيها حليب بس، ممكن كمان تدهنيها مية زي ما انت حابة. دلوقتي الفرن شغال على اعلى درجة حرارة سخن جدا. هنبدأ نسوي المعجنات بتاعتنا. طبعا انا هنا كنت بقول لكم لو انتوا حابين تفتحوها كده عادي. هبدأ طبعا ادخل الصينية بتاعتنا على الارضية، شغال عليها على اعلى درجة حرارة من تحت. اول ما تسخن معايا الصينية لمدة دقيقة كده على الارضية، بسحبها وارفعها على الرف الوسطاني، واسيب النار من تحت على اعلى درجة حرارة، ومن فوق النار عليها وسط لحد لما تاخد اللون من فوق ومن تحت. بتاخد معايا بالظبط 13 دقيقة تسوية في فرن البوتاجاز، وبتطلع بالجمال ده. اول ما بتطلع بغطي عليها بفوطة وبسيبها 5 دقايق كده، وبعد كده بشيلها من الصينية. وده كله من 4 كوبايات من الدقيق. شايفين قد ايه العجينة هشة وخفيفة جدا. بصوا الشوكولاتة معايا هنا سايحة. طبعا هي بعد شوية هترجع شوكولاتة تاني تتجمد. طب انا عايزة اتلاشى الخطوة دي، هعمل ايه؟ هتسيحي الشوكولاته على حمام مائي، هتحط لها المكعب الشوكولاته الكامل، هتحطي له 4 معالق من الزيت وتقلبيه كويس. وتبداي بقى تشكليها كده على ورق زبده او صينيه مدهونه دهنه زيت خفيفه. تبداي تشكلي الشوكولاته كده لمكعبات صغيره او شرايح وتفرزيها، تبدا تتجمد. وبعد كده تحشي بيها كده، هتحافظ على ان هي تفضل سايحه معاكي. شايفين الجمال؟ وصفة النهاردة رهيبة يا جماعة، فاتمنى بجد تجربوها وتقولوا لي على رأيكم فيها. لايك وشير لو عجبكم الفيديو. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، واستنوني في وصفات جاية كتير بإذن الله. أشوفكم على خير في وصفة جديدة.